هنبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالله عليكم يا حبايبي، بالله عليكم أمنتكم أمان اليوم الجيم. كل اللي يدخل يتفرج على الفيديو يعمل لي لايك ويقول لي كومنت حلو على الغدا بتاع النهارده. وما تنسوش بالله عليكم الاشتراكات، انا عايزه القناه تكبر بيكم وليكم. بالله عليكم يا حبايبي، صدقوني دي مش هتفرق معاكم خالص، يعني تتفرجوا وتحطوا لايك، لان انا بزعل جدا لما بلاقي اللايكات والكومنتات ضعيفه جدا 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 في القناه، فكده القناه ممكن تتقفل وكده القناه بتقع، فانا مش عايزه كل ده. بالله عليكم انا بتعب والله العظيم جدا في الحاجات دي. تمام يا حبايبي، فاتمنى من اي حد يشوفني يحط لي لايك وكومنت واشتراك. بص يا حبايبي، انا عملت الغدا ده النهارده، عملت لوبيا وعملت رز وعملت ملوخيه. تمام اهو، بصوا الرز عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفينه كده. بصوا بصوا الواحده بوحدتها. تمام يا حبايبي، بصوا اللوبيا دي انا عملتها ازاي. انا قلت اجربها لكم النهارده في صينيه زي طاجن كده. عملتها ازاي اللوبيا، سلقتها طبعا، سلقتها شويه. بعد كده الفراخ طبعا كانت عندي مسلوقه، دي وراك مش فراخ، كانت عندي مسلوقه، فانا كنت عايزه احطها لهم في صينيه لان هما مش بيحبوها محمره قوي، بيحبوها في صينيه. فقلت ودام انا هعمل اللوبيا في حله بلاش اعملها في حله واعملها في ايه، في صينيه. رحت حطها في صينيه على البصله بعد ما حمرتها، يعني حمرت البصل، بعد كده حطيت اللوبيا، بعد كده حطيت الطماطم ورصيت الفراخ، بعد كده اديت لها وش في الفرن. تمام، حطيتها تحت الشوايه. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، وطعمها سكر سكر والله العظيم. بصوا اهو، بصوا عامله ازاي، والفراخ مستويه وزي الفل اهي. وادي الرز وادي الملوخيه. ده كان غدانا النهارده. اتمنى بقى تقولوا لي رايكم في اللوبيا دي ايه، وفي الرز وفي الملوخيه، واتمنى برضو تجربوا الاكل ده لكل اللي زهقان مش عارف يعمل اكل ايه، دي برضو باختيارات، كلنا بنزهق. تمام يا حبايبي، وبالله عليكم الاشتراكات والكومنتات، وما تنسوش الصلاه على الحبيب، وانتظروني بكل جديد وجديد مع يوميات ومسيف. سلام عليكم.